أهلا بكم متابعي قناة ملوك الأرانب. اليوم سوف نتكلم عن الجرب عند الأرانب. طبعا الجرب عند الأرانب يسببه نوع من الطفيليات، وهذا الطفيل أو الطفيليات تستوطن تحت الجلد وتسبب الحكة والالتهاب، ويصاب الأرنب بالالتهابات. كما تلاحظون عندنا هذا الأرنب مصاب بالالتهابات في الأرجل، ويتوسع الالتهاب حتى يصل إلى أذن الأرنب وإلى أكثر من منطقة في جسم الأرنب. طبعا أسباب الإصابة بالجرب عند الأرانب هو التلامس المباشر. الأرانب تستطيع الإصابة بالجرب من خلال التلامس المباشر من الأرنب المصاب. يعني إذا عندك أرنب مصاب ممكن أن ينقل الجرب إلى جميع الأرانب الموجودة في الغرفة أو في مكان تربية الأرانب. فمن الأفضل هو أن نقوم بعزل أي أرنب نشك أو نلاحظ ظهور الجرب عند هذا الأرنب، نقوم بعزله مباشرة عن جميع الأرانب الموجودة. وأيضا من أسباب الإصابة بالجرب عند الأرانب هي البيئة الملوثة. يمكن الأرانب أن تصاب بالجرب إذا كانت تعيش في بيئة ملوثة بالطفيل، مثل الأقفاص أو في الغرفة يكون فيها مثلا أرنب مصاب بالجرب، وينقل الطفيل أو الطفيليات في هذا القفص أو في هذه الغرفة. فمن المؤكد أن الأرانب الأخرى سوف تصاب بهذا الطفيل أو هذا الميكروب الذي يسببه هذا الأرنب. وأيضا من أهم الأسباب هي ضعف المناعة عند الأرانب. إذا كان الأرنب ضعيف المناعة فسوف يصاب أو سوف تلاحظ الجرب ينتشر بسرعة في هذا الأرنب بسبب ضعف المناعة. يعني كيف نعرف ضعف المناعة عند الأرنب؟ نلاحظ أن الأرنب هزيل ضعيف، يعني صحته ضعيفة. ففي هذه الحالة ينتشر الجرب كما تلاحظون في هذا الأرنب بشكل سريع جدا. طبعا وأيضا من أسباب انتشار الجرب هو عدم النظافة. فضروري جدا أن ننظف المكان أو ننظف القفص الموجود، القفص أو المكان الذي يعيش فيه الأرنب. يعني ضروري ننظفه بشكل مستمر، يعني لا نترك الأوساخ، لأن الأوساخ هي تسبب أيضا يعني تواجد الطفيليات. بعض العلاجات التي تكون مفيدة في علاج الجرب مثل علاج الإفريمكتين، وهو الدواء الأكثر شيوعا في علاج الجرب لدى الأرانب. طبعا الحقن تحت الجلد، استخدام الإفريمكتين يكون الحقن تحت الجلد، ويعتبر الحقن تحت الجلد الطريقة الأكثر فعالية لإعطاء الإفريمكتين. وأيضا يوجد العلاجات الموضعية، يمكن استخدام بعض العلاجات الموضعية الأخرى مثل مرهم الكبريت. طبعا مرهم الكبريت يعتبر من المراهم أو العلاجات الموضعية الجيدة لعلاج جرب الأرانب. وأيضا من العلاجات المناسبة هي تنظيف البيئة، ومن المهم تنظيف الأقفاص والأسطح التي يعيش عليها الأرانب بشكل دوري لإزالة الطفيليات. ضروري جدا النظافة. وأيضا من المهم عزل الأرنب المصاب. يعني ضروري جدا نقوم بعزل أي أرنب مصاب بالجرب لتجنب انتشار الطفيل إلى الأرانب الأخرى. ضروري جدا نقوم بهذه الخطوة، عزل أي أرنب مصاب بالجرب مع الأرانب الأخرى. طبعا لتقليل من خطر الإصابة بالجرب عن طريق الحفاظ على نظافة الأرنب وبيئتهم وتجنب التلامس مع الأرانب الأخرى. فضروري جدا متابعة الأرانب ومتابعة النظافة
وإذا شكينا أو لاحظنا أي أرنب عنده بداية جرب، طبعا الجرب معروف جدا، لاحظوا هذا هو الجرب. طبعا هذا الأرنب عنده بدأ الانتشار بشكل رهيب، فنقوم بعزل هذا الأرنب ونقوم باستخدام العلاجات. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.